حياكم الله متابعينا الكرام اينما كنتم، تحياتي واحترام جنابكم الكريم. ضيف حلقتنا اليوم في برنامج الأناقة العربية علي عبد الإله، أمير الأزياء لسنة 22. حياكم الله أحبتي. مرحبا علي. مرحبا. حياك الله يا حبيبي، انت أستاذ نورتنا عماد. وشرفتنا اليوم طبعا. فدوى القلب، كل الحب والتقدير لجنابك الكريم. قلبك. الله اسفين يخليك. اليوم شويه زعجناك، ازدحامات وكذا مو؟ لا بالعكس كلش عادي. فدوى طريق. قلبك يا حبيبي، انت علي أستاذ نورتنا عماد. وشرفتنا. فدوى القلب. من علي عبد الإله؟ علي عبد الله، موديل علي عبد الله، نعم. من بغداد، عمري 23. حياك. تحصيلك الدراسي علي؟ تحصيل الدراسي يعني ثالث مبطل. هلا ممتاز، كل التوفيق والنجاح. فدوى قلبك. شنو اللي حببك بفكرة الأزياء علي؟ اللي حببني بالازياء انه انا احب التمثيل، نعم. فمن خلال الازياء يعني هي شيء قلت شيء كمل شيء. نعم، شيء مكمل الشيء. نعم. فماكو ما حصلت فرصه بالتمثيل، قلت اصعد روحي بالازياء، شوي شوي توجه. طيب، مشاركاتك بالأزياء علي؟ مشاركات بالازياء يعني هواي ازياء عندي مشاركات. نعم، من خلال المهرجانات اللي تشوفها. اي يعني يا هلا اشوفه اجي اصعد وياه، يعني هلا. اجي اصعد وياه. هلا، في سبيل بالبداية. يعني توصل اسم علي عبد الإله. بالبدايه. نعم. اما هسه لا، بس المهرجانات المرموقه اللي لها سمعه ولها اسم. بالضبط. نعم. طيب، يا مهرجان شاركت بيه وشكل لك حضور وأضاف لك؟ يا مهرجان شكلت حضور. نعم. تقريبا هن كل المهرجانات اللي صعدتهن ممتاز. كان بيهن حضور قوي. نعم. يعني اللي لا، من الجمهور. تحسه أضاف لك مو للجمهور، لا أضاف الاسم علي عبد الإله. نعم. اضاف لي. اكيد المهرجان اللي تاخذ بلقب وانت تفوز، اكيد هذا المهرجان يضيف لك. ممتاز. يا مهرجان نجوم الازياء، مهرجان مبدعين بغداد. مبدعين بغداد. اي. مبدعين بغداد. سيف كلر. سيف كلر. تحياتنا طبعا السيف كلر، اخونا وصديقنا وزميلنا. شكراً. كل الحب لك. طيب علي، شوف نفسك راح توصل بهذا الوسط تحديدا في حلقه عروض الازياء؟ طبعا. عندك طموح خارج العراق؟ شوف، ما دام انا هذا الشيء هاوي، نعم. لو يصير ممنوع حظر تجوال بهذا المكان همتين اروح له. حلو. يعني قابل. نعم، عاده اللي يحب شيء يبدع به، مو صح؟ طبعا. فانت ما شاء الله عليك مبدع، وقدمت يعني انجاز يليق بك، يليق باسم علي. ولكن اليوم احنا قاعد نشوف كثره المهرجانات كثيفه بالاونه الاخيره. مهرجانات كلش كثير، يعني ما بيها اي نبذه صحيحه بدنا نشوف بها الشكل. هل يا ترى هذه المهرجانات مقبله للشارع العراقي ام لا؟ الشارع العراقي حاب هيك مهرجانات؟ طبعا انت ذكرت في الموضوع انه نعم. مو بس يعني كثرتهن، لا هن كثره وبنفس الوقت خربن سمعه العراق. لو العراق. العراق لانها ما جاي تمثل فقط المهرجان. نعم. حتى لو كانت تمثل فقط المهرجان، نعم. اكو غير ناس يوصلوها بغير صوت. بالضبط. بغير نظره. بالضبط. نعم. يعني يقول لك تعال شوف مهرجانات العراق، باع العراق ما بي موديلين، باع موديلات العراق شو طلعن. هاي كله كلام ينقل. نعم. فخربن اسم العراق. طيب، من اليوم تحس المنافس لعلي عبد الإله؟ منافس علي عبد الإله؟ ما اعرف يعني. اكو منافسين لك؟ يعني بالنسبه لي بالوسط الفني، نعم. انا لان وحدي بالعراق من ذوي احتياجات خاصه. نعم. اول موديل بالعراق يعني من ذوي الاحتياجات يدخل لهذا المجال. نعم. فما له منافس. ما لك اي منافس كوضعيتي كمثلي. نعم. اما كصاحين فاكو هواي. اكو منافسين؟ طبعا بالنسبه للصاحين مقارنه وياي اكو هواي واكو افضل مني. ممتاز. طبعاً. طيب، تحس نفسك شاركت باحدى المهرجانات وصارت عليك مظلوميه باستحقاق اللقب لك؟ هاي تصير عادي بكل المهرجانات. تصير. طيب، لانه بسبب اختيار. شنو موقفك هنا راح يكون؟ شوف، اني ما اضوج ذيك الضوجه، بس اللي اضوج مو بس علي. نعم. انا دائما ما افكر بنفسي. على المشتركين اللي وياك. دائما ما افكر بس بنفسي. احسنت. اكو غير مشتركين. طيب. تعبانين على نفسهم، صارفين مبدلين ومشترين تجهيزات. نعم. كوافير، حلاق، واضافه لهذا الشيء طيب. عنده طموح. اللي جاي عنده طموح وعنده حلم يريد يوصل له. نعم، اليوم كل شاب يريد يحصل اللقب. بالضبط. حتى عنده غير مشوار معتمد على هذا اللقب. يريد يشتغل على نفسه. نعم. زين، يقول انا مثلا اكو بعض الشباب يعني يقول لك انا ما اقدر اشتغل على روحي اذا انا ما عندي لقب. تمام. انا ما اقدر يعني لازم لقب. طبعا. لازم لقب. طبعا. ليش؟
يعني هسه مثلا يقول لك انا مثلا اريد يعني بمهرجانات. تعتبر هي من باب الغيرة، ولا تعتبر من باب الحب الأنا، ولا بالثقة العالية يعني اللي هيك مجال؟ تقدر تقول كلهن. واو. طيب هنا اكو مظلومية طبعا. بنشوف بإحدى المهرجانات بدون ذكر اسامي مع حفظ الألقاب طبعا. اكو مظلومية للعارض الازياء نفسه، للموديل، سواء عنصر نسائي ام رجالي. طيب هاي المظلوميه تجي من صاحب المهرجان ولا من صاحب اللجنه اللي قاعد؟ بالنسبه للمظلوميه كلها مشتركه. كلها تشترك بظلم العارض. مو ذاك الظلم يجيها قد الشاب. نعم. لانه البنيه بالنسبه حتى ما مشتريه كل شيء. بالضبط. البنيه احتمال حتى اشتراك ما تدفع. بس الشاب نعم. عاده البنيه البستها ازيائها المتكامله، هاي تجي من المصممه او المصمم. المهرجان مكمل لها كل شيء. نعم. مجهز لها كل شيء من الالف للياء. تصميم، التسريحه، المكياج، الميك اب، هالامور. نعم. تصوير كلها كامل. طيب هنا الشاب لا على حسابه. يجي الشاب بدلته عليه، لبسه عليه، كوافيره وتسريحته عليه، ما ادري شنو كلها عليه، وبالتالي هو يحمل المواصفات الجيده اللي مطلوبه. اي طبعا. ولكن اكو بيهم يحمل المواصفات بس ما يحالف الحظ بسبب التقييم، واكو بيهم لا، اي مواصفات ما بي يجي دافع يصعد. اللجنه اللي جالسه بالمهرجان هذا مو مكانها؟ بالنسبه للجنه مو اصحاب خبره عاليه؟ بالنسبه للجنه نعم. طبعا اني اصغر من انه حديث على الساحه، اصغر من انه اتحدث بهذا الشيء. نعم. لان بالنسبه للجنه، لا ان شاء الله كبير علي. نعم. بالنسبه للجنه اللجنه هي تكون الام والاب. اكبر من كل الموجودين. نعم. اكبر من ابو المهرجان، اكبر من الموجودين العارضين. بالضبط. الام والاب. بالضبط. نعم. هذول هم اللي راح يحددون مصير الموجودين كلهم. نعم. راح يحددون منو راح يفرح، منو راح يضوج. كل هذول. نعم. زين هذول اكو بيهم اصلا مختصاص. ذول اكثرهم مو مهنيين بهذا المجال. جاي هو مثلا خلينا نقول اعلامي. نعم. خلينا نقول ماكير، خلينا نقول هو شغله مو يعني هو مختصاصة. مختصاصه. نعم. مو تقييم. ما يقيم عارض. ما يقدر يقيم عارض. تقييم العارض الازياء. بالضبط. هنا ضمن الاختصاص، الا اذا هو كان يعني عارض ازياء مسبقا قديم او مصمم ازياء مو هالشكل، يفترض لازم هالشكل هذا له استحقاق يقيم. حسب نوع التحكيم اللي يوقع عليه. بالضبط. لان التحكيم له عده قوانين. نعم. انا اليوم اجي اقيم على الطول، اجي اقيم على التنسيق واللبس. نعم. اجي اقيم على الستايل والمشيه والحركه والخطوات. نعم. اكو عندي فد سيستم يمشي عليه نظام المهرجان. ممتاز. زين اذا اللجنه ما تعرف اصلا نظام السيستم، نعم، ما تعرف العرض ايش راح يسوي، ما تعرف، المفروض اللجنه تعرف حركات الموديل قبل لا يطلع. المخرج قبل لا يصير الحدث، قبل لا يصير كل شيء، هو راسمه بخيلته، يصير هو قاعد يتفرج عليه. نعم. ممثل يشتغل، يبكي، يتعارك، ينضرب، هو يدري كله هو راسمها. بالضبط. هذا طيب. ابو اللجنه هذا. اي. بينما اذا هو يجيك مخرج ما مفتهم السيناريو، الناس شنو يقعد يبا واو شنو هاي. طيب نسبة قناعتك باللجنة وتنظيم المهرجانات؟ نسبة قناعتي يعني مع احترامي لبعض المهرجانات 0. واو، نسبة قوية. طبعا. طيب ما تخاف على نفسك احد يجيك تهجم من احد العارضين او عادي. اصحاب المهرجانات؟ لا عادي، طبيعي. كلمة الحق تقال. نعم، حلو. لان ممتاز. هو نفس العارض تاثر عليه هذا الشيء. ممتاز. طبعا احنا من خلال تعاملنا وياك بالمهرجانات اللي صدرت مسبقا نحب صراحتك علي. مو انت لازم تحكي الصراحه. نعم. لان كلمة الحق. بالضبط. اليوم اذا انا اجاملك، نعم، وانت تجاملني، زين شلون راح اعرف انا صح لو غلط؟ نعم. طيب بالاونه الاخيره سمعنا صاير خلاف او تاتش بينك وبين تحياتنا الى الاخ والصديق والحبيب احمد الداوودي. خلاف؟ اي صاير خلاف هيك بيناتكم. لا هذا صاحبي. تحياتنا طبعا، تحياتنا لاحمد الداوودي. لا هذا اخوي، ما بيناتنا خلاف. شنو الخلاف اللي صار؟ اقدر اعرف انا والساده المشاهدين؟ بالعكس حمودي يعني ضلعي، بس يعني ما اعرف صاير متواعد انت وياه وكذا لا مو متواعدين. بس احمد انه اخذ نفس اللقب مالته، ضجت منه. بس هالشكل مو؟ طبعا. تحياتنا لاحمد الداوودي اخونا وصديقنا. طيب علي، يعني هذا تقييم خطير
الحقيقه. يعني شلون هاي على اساس تقيم تقييم المهرجانات صفر والعارضين الازياء صفر؟ شلون؟ سؤال حلو. نعم. انا احب واحد يحاورني يعني مهم. صراحه. ان اقول صفر نعم. لانه المهرجان مهم. في عده نقاط: نعم. الستايل واللبس، تنظيم، نعم. الحضور، نعم. هواي نقاط، هواي امور، نعم. موافقات غيرها وغيرها، المصداقيه، الثقه، النزاهه. مهم. اخ علي، بما انه جنابك الكريم عارض ازياء انت وموديل ومعروف على حلقه العروض الازياء فقط، مهم. من اليوم تشوف الموديل اللي يستحق يقعد مكان لجنه؟ ماكو موديل يقدر يقعد باللجنه حاليا، مهم. لان هم اصلا الموديل ما متدربين بصوره صحيحه. تلقي معلوماته بالمهرجانات كل شيء ما يدري هو يا فقره راح يعرض يا رقم، شنو الرقم ما يعرف شنو. ثلاث ارباعهم ما يعرفون نظام المهرجانات شنو. طيب. عارض له على ستيج واحد ما يعرف الستيج الثاني يعرض بيه. اها. ما يقدرون. ماكو. كلام خطير مو؟ ما يقدرون لانه ما متعلم صح شلون يقيم اذا هو تعلمه مو صحيح. بالضبط. ماكو طيب. عرض يقدر. من الجيل الاسبق المن لك؟ الجيل الاسبق لي نعم. بمجال الازياء مهم. اكو هواي. اكو اسامي هواي طبعا اكو هواي. تقدر تذكر لنا؟ مثلا هسه عندك كعارضين، نعم. عارف بس كعارضين انه اكو هواي مهرجانات سابقه قبلي مهم. من 2016 و17. نعم. انا رجال حديث على الساحه، مهم. نزلت 2020 22 20 21 يعني. ولكن صارت الصوره واضحه امامك انت من خلال المهرجان. طبعا انت من الطب هو الكتاب مفتوح قدامك، ماكو تشويش، ماكو. صدمت علي؟ شوف طبعا تنصدم، مهم. طبعا طيب. تنصدم. اخ علي، اريدك تتحدث لي على هاي العلاقات اللي قاعد تصير، العلاقات العاطفيه وما اعرف ايش المهرجانات. شنو هاي؟ شوف طبعا علاقات نعم. بكل مكان، الحقيقه انا دا انصدم يعني. كل مكان، مهم. مو بس المهرجانات مال نعم. الازياء يعني، نعم. بالاعلام، بالتمثيل. لا اوكي، ماكو اي مشكله بالاعلام بالمكان. بالتمثيل، بس سرعه بذيهيه قاعد تصير بالمهرجان. مو انت دا تشوف يعني العرض دا يجيك هو اصلا غير مرخص، نعم. ما عنده اصلا هويه عارض. مهم. عارضين موجودين بالضبط. ما عندهم اصلا هم هويه كعرض ازياء. نعم. يجي ما ادري مين قاعد بالمهرجان مهم. سوى استماره ثمان لا ثمان لا. خلاص هاي. هاي طيب هاي شاف بنات يمه، شاف ما ادري شنو ثمان لا، البنات طيب. كذلك. طيب هاي الاستماره مؤكده مصدقه من قبل وزاره أكو الثقافه، بيهن. اتحاد الازياء، دار الازياء، ولا ايش؟ اكو بيهن كلك اها. استنساخ نسخه ب 500، حلو ممتاز. واكو بيهن لا طيب. صحيحه. اكو رقابه عن الموضوع؟ الرقابه متى اشوف رقابه؟ ماكو. ماكو رقابه، لان لو اكو رقابه ما يصير اخطاء. حتى لو اكو رقابه نعم. نفسهم يسوون لعبات على الرقابه، سوي له لعبه. طيب كل هاي الهوسه والدوشه اللي قاعد نشوفها احنا يعني اها ماده. طبعا انا يوم ما عندي، انا واحد فقر بن فقر. لا محشوم. تمام. محشوم لا دا احكي محشوم. لك بصوره عامه. اي نعم. انا يوم ما عندي فقر وبن فقر، جاي من الشارع مهتله، حشاك تجل. اجي اشوف شغله بيها فلوس ما اطبلها، غير اطبل هيك اخلي هيك وهيك. مهرجان بيه فلوس، تعال كل عارض 150، كل عارض 50,000، كل عارض 100، العارضه ما ادري ايش قد. يعني هذه يعني تتحدث السبونسر والما ادري شنو غير طيب. فلوس. طيب انت قاعد تتحدث على مبالغ يعني بسيطه. مبالغ بسيطه بس الكثره تجمع، وانت احسب حساب هذا المهرجان خلاص ورا كم شهر قبل اسوي للثاني، والنبذه. وكذلك طيب النبذه بالموضوع فلوس. خلاص. مهرجان. طيب هذا العارض شلون يعني؟ هذا العارض يعني تعب على نفسه، عنده طموح، عنده فرد رسمي يريد يمشي بهذه السيرة. لا عادي، لا انت شوف العارض هو راح يتحمل مصيره معروف، يعني يكون امام امر الواقع. غصبا عليه راح يكون قدام طيب امر العارض الواقع. هنا اذا ما يحمل الماده ايه الجيده ما يصير ما يصير. ابد، يتاخر ويعاني. انا واحد منهم، انا تاخرت وما زلت اها. تتاخر هواي، تتعب وتمل. اذا ما تمل من وجودك تمل من كلام الناس. طيب هذا يعني اكو نفاق ودجل وغيره كل شيء موجود. واو. تحدثت. واحد يحرق على الثاني. طيب صارت عندك مشاكل بالوسط؟ مشاكل بالوسط
انه قدامي ما تصير بس وراي. وراك. زائدا انه اني شوف، انا مو من النوع اللي يسوي مشاكل وهاي. نعم. انا سبورتي يعني مواكب ويا هذا ويا هذا. اها. إيه. مواكب الكل. سياسي. حلو، ممتاز ممتاز. طيب علي، طبعا اجتنا رساله احنا من خلال متابعينك. متابعيني؟ تمام؟ نعم، اجتك اثنين يعني رسالتين. حلو. تمام، نقراهن. يا ساتر سولف. طيب الرساله طبعا تقول هنا: اخ قلبي. علي عبد الاله لم يرتبط بفتاه، لماذا؟ نعم، لماذا؟ هاي منين لك؟ ما اعرف. انا عف السؤال هذه اعطيني الاسم. هذه متابعينك. ليش؟ اول شيء يعني نعم. شوف، من دخلت هذا المجال. طيب نقرا لك السؤال الثاني، خاطر تبلش تجاوب عني. غير واحد واحد، يلا اعطيني. يلا مو مشكله. طيب الثاني السؤال الثاني يقول: علي عبد الاله. الله يستر من الثاني. اي نعم. متكبر وصاحب غرور جدا عالي. طبعا هذا الثاني نعم. هو اقوى من الاول بس هو مكمل إله. طيب ما ادري ليش احسهم من اشخاص قريبين من بعض. نعم. شوف، انا مو من النوع اللي بالوسط الفني بعيد عن البنات. اليوم لانه بس تروح للبنات قبل يسقطوك. بنات هواي بالوسط الفني لازم تبتعد عنهن. نعم. تمام؟ نعم. هاي السالفه اذا قدامك خيارين مهم. كفنان. نعم. كل فنان نعم. عنده خيارين. مهم. اما تكون فنان واما تكون خارج عن الفن. طبعا. لان اذا انت ظليت علاقات وما ادري ما تقدر تركز. ما تقدر تركز. لاغي فكره الحب. طيب الانسان يحتاج حب. مو صح لو غلطان؟ يحتاج حب. نعم. بس بالبدايه ركز على طريقك، امشي، سوي نفسك، كون نفسك، انجح. هذه كلامك كمبتدئ. طبعا. اها. طبعا حتى من توصل ابقى طور بنفسك. طيب هاي شو كنت راح الحق احب؟ لا تحب. ابقى هيك بدون علاقه؟ تحب في شرط. نعم. اكو ايضا شروط للحب. تحب وحده في نفس مسيرتك، تطور منك من داخل مو بس الوسط. تطور منك. اها. اذا طورتك طيب روح. ناجحه؟ علاقات الوسط ناجحه؟ تنجح. هي الوسط كله علاقات. يعني احنا خاطر ما نطلع من الخطه. اها. اوكي. اكو علاقات يعني ممتازه، تمام، توصلك الى مرحله خطوبه، زواج والى اخره من هالقابيل هذا، تمام. جيد. يعني تصير ام بيتك، تمام. لا هاي مصر بالوسط قليل جدا. هاي ما تصير. حلو، ممتاز، انا اريدك تجاوبني على هاي. هاي العلاقه اللي بالوسط بين أي. الفنانين. نعم. هاي علاقه طشه. البس شو اسمه اصطناع واروح. جهالي حبيبتي انزل ستوري. طيب. مرته جهالي. طيب احبه المشاهدين، ناخذ فاصل وراجعين وياكم بعد قليل. نعم احبه المشاهدين، عدنا وياكم من جديد مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم علي عبد الاله. حياك يا علي من جديد. الله يحييك. نورتنا يا حبيبي. سيدنا الغالي. مشتاقين لك طبعا. بدول قلبك عن الاشواق رغم فصلتنا بعض يا الساعات. حبيبي انت يا علي. علي، شنو الصدمات اللي مريت بها واذت علي عبد الاله؟ مثل شنو صدمات؟ يعني صدمة الشخصية او عامة. بالنسبه للصدمات العامه لا صراحه، بس كصدمات شخصيه. كصدمات شخصيه انه اكبر صدمه اللي مريت بيها انه هنا اولا انه فقد اهلي. من بعدها نعم. بسنه الحادث مالتي، فقدت رجلي. تغير كل شيء، تغير علي عبد الاله. كل شيء تغير. من شخص ما شايل مسؤوليه، من شخص ما ضايق لود الحياه من الصر عليه. نعم. فكنت عايش غير حياه. غير حياه. نعم. مع العلم انا بنفس المكان، نفس طيب. نفس علي عبد الاله، بس اختلفت قياسات، اختلفت امور، اختلفت. علي عبد الاله. نعم. علي عبد الاله مدلل، ما شايف ضغط، ما شايف مسؤوليه. فجأة انصدم امام امر الواقع. صدمه. نعم. انه من تجيك هيك صدمه، ترى الاب خيمه. طبعا. الاب خيمه. طبعا. وانا فقدتهم اثنينهم سوا. شمس حاره دق بالراس. الحمد لله والشكر. هاي وحده فقدتهم. اوكي ظليت اعاني من صدمه الحياه مره.
مره بالفعل مره. مره من نعم. تبقى وحدك. صحيح. مره نعم. من تبقى وحدك، بقيت وحدك. رغم نعم. انه ماكو شيء يسد مكانهم. مهم. بس من تبقى وحدك تصير ضغط اكبر عليك، تصير مسؤوليه اكبر عليك، بالضبط صح. اكبر من عمرك، اكبر من مستواك، طيب تجيك مفاجئ. عايش وحدك؟ انا ايه وحدي. شلون مواجه هاي الحياه؟ صعوبه صعوبه، كل يوم افكر شلون راح اواجه اليوم الثاني، ايش راح اسوي باليوم الثاني، شنو باكر ما اعرف. طيب بالحاله اللي بيها انت شلون؟ رغم انه فوق هاي انه انا صرت الحادث مالتي، صرت احتاج معين، احتاج معين وياي. نعم. هسه انا ابسط شيء ما اقدر كل شيء اسوي وحدي، ما اقدر كل شيء اسوي وحدي. مو انه يعني بس انت ما تقدر كل شيء تسوي وحدك. نعم. انت اليوم سليم، كل شيء ما بيك تقدر تقوم تسوي اكل بالضبط. لنفسك، تقدر تطلع، تقدر تروح. انا اليوم يعني كل شيء اسويه لازم بالعكازه، ما اقدر اشيل شغله من اللي جاي. نعم. فتحتاج صحة والعافية والسلامة لك يا يدور علي. قلبك الله يرحم يسلمك. موتاك إن شاء الله بهذا اليوم. والديك بهذا اليوم. علي متى أذنته؟ كلش هواي. والله يسعدك. بس مع ذلك احنا اخوتك ويمك كل الاحوال. جداً كلها. أشكرك. شنو اللي تحتاجه احنا يمك. وجودكم كافي. تمام يا علي. انت اخ وصديق وعزيز، واتمنى لك التوفيق طبعا بمسيرتك الفنيه اللي هي عروض الازياء. علي سؤال عندي. جواب. طبعا سؤال شخصي ما بيني وبينك. خوش. تمام. اسئلتك الشخصيه كثرانه. علي، ليش صعب تفتح خط التليفون؟ صعب خط افتح بالتليفون. اي. للغريب لو القريب. انا عاده انا من اتصل بيك. يعني بالعاده انه اكون طالع مشغول، مو سوى يعني. مرات لا قبل افتح، مرات لا موجود اوكي. انا مزاجيات. مزاجيات. باوع على طار المزاجيات، كلش مزاجي. نعم. كلش مزاجي. حلو. على الهاي. ممتاز. شنو عجبني برجك اليوم علي؟ برج الثور. اها. اي. أوه. مزاجي كلش. هذا عاد وقت العاد يسوي هيك مو؟ طيب اخ علي، عمرك. شنو اللي حببك بالعروض الازياء؟ شنو اللي حببني بعروض الازياء؟ شلون حبيت عروض فكره الازياء؟ انت بدايتك انا من سالتك قلت لي على التمثيل. مهم. طيب شنو اللي خلاك تدخل هذا المجال؟ طولي. اها. طولي. من تصفن انت عروض الازياء تحتاج طول. شنو مميزات عروض الازياء علي؟ مميزات عروض الازياء نعم. كعارض. نعم. كعرض انه اولا يكون عندك خبره. مهم. كاولا. نعم. ثانيا انت عندك مواصفات العارض. نعم. الطول، المشيه، الاستيعاب. يعني كنت انت تستوعب الفكره. نعم. من يعطيك فكره اليوم عند فلان بالضبط. عرض فلان بالضبط. ستيج، مهم. عندك استيعاب بسرعه تتاقلم. اذا هو متدرب على فلان طريقه مثلا نقول تي، تجي فجاه تعطيه يو، ما شو اسوي؟ راح يظل يدوخ. شلون افتر؟ شلون اجي؟ استيعاب وحركه بديهيه وسرعه، هاي كلها بمؤهلات العرض. بالضبط. نعم. مهم. طيب تطمح لخارج البلد؟ طبعا يعني انت بالبلد ما عندك فد شيء داعم لك، ما تصير اصلا. وين ودك تعرض؟ كل مكان، بس تطلع القطر اها. انت فد شيء. راسم. شوف اكو شخص مهم. عجبتني، شفت فد شخص عراقي مهم. كلش يعني كاتب فد عباره مهم. كلش دقت هنا، نعم. وهي فعلا صحيحه. اي. ابسط شيء هسه مثلا عندك زها حديد بالعراق كل شيء ما سوت، ما قدرت نعم. تسوي، الله ضغط يرحمه عليها ما رحمة الله خلوها. واسعة. اي نعم. طلعت برا اسمها دق الا شويه مهم. للسماء. اي نعم. شخص ثاني كتب البايو، راح اقول بس البايو مالته أي. وانتم افتهموها. نعم. تركيا صنعت اف سي. اها. افتهموها. نعم نعم نعم. عراقي نعم. طلع برا بمجال الازياء، تركيا صنعت اف سي. بالضبط بالضبط. اي نعم نعم. تحياتنا. اطلع. نعم نعم. طور نفسك هناك، كل الدعم راح يجيك. اها. عندي صديقتي كذلك هناك قدرت نعم. تصمم تفتح براند. بالضبط بالضبط. بالعراق ما يجيك دعم لان انت متاخر هواي، متاخر. تحتاج تطوير ودعم، كن جاهز. طيب اخ علي، منو ابرز العارضين الازياء بالعراق؟ لهم ثقلهم ولهم امكانيتهم يعني. طبعا العارضين الازياء مهم. مهمين. لهم اسمهم. نعم. المهمين طبعا. مهم. القدماء. نعم. قدماء واكو بيهم جدد بس حفروا الصخر.
مثلا عندنا خلينا نقول سمير الباشا، سمير الباشا، ها كبير. تحياتنا له، صاحب كبير. إنجازات. نعم صاحب اكبر إنجازات. يمكن اكبر عرض ازياء بالضبط، حدث. نعم قديم وكبير سمير. عندنا نعم. ديريا كامل صديقي، يعني ديريا كل الحب كامل، له. تحياتنا له. نعم. عندنا بعد هواي، عندنا عارضين، عندنا هواي، اكو مثل؟ بيهم اعتزلوا. مثلا انت الله يسلمك يا حبيبي. انت من ضمن العارضين الله الازياء يسلمك، اللي الله لهم يسلمك. ثقلهم. شكرا شكرا، شهاده اعتز بها. اي يعني عندنا أنت من كذلك ضمنهم. ايضا هم عارضين يعني اختفوا عن الساحه، مثل حيدر بشاري، تحياتنا له. مثل حسين الساعدي ايضا كذلك. طبعا يعتزلون لانه نعم. الوسط ما راح يقدم لهم شيء. بالضبط، اي نعم. لانه لا، وصل مرحله بالضبط. هو سوى قدم اللي عليه بس ما جاء دعم. طيب اخ علي، من نعم هم ابرز المصممين عندنا بالعراق حاليا؟ عندنا كثير من المصممين بالعراق. نعم. اكو بيهم مظلومين ما طالعين للساحه، اكو بيهم يعني يشتغلون على الداخل بس كمعروفين وبارزين. مثلا نعم. عندك احمد البديري، نعم. صبا البياتي. صبا البياتي، مياس مصمم مياس بالخارج بتركيا، صاحبة براند. واكو العديد. طبعا تحياتنا. أي. تحياتنا المصممين ابطال عندنا مصممين ومبدعين عمالقة بس مو الحقيقه، يعني معروفين. تحياتنا لاحمد البديري، صبا البياتي ايضا كذلك، بقيه المصممين اكو كل الحب امكانيات والتقدير هواي لهم. نعم. كلش مصممين بس ما ظاهرين. كلش طيب. يعني اتمنى يدعمون المصممين. سمعت يعني مثل ما نقول قالت للعصفوره. ايه حبيت هذا السؤال. صاير خلاف بينك وبين شخص. انا أذكر ما عندي خلافات سيد. ما اعرف، يعني انا سمعت. والله اعطينا تعذره اذا انطيتك اياه؟ ما اعرف، ممكن بس طيب. انا انت ادري مسامح اخ علي؟ انا من النوع لا. ايه. طيب، سمعت الخلاف اللي صاير بينك وبين مصورنا الغالي والعزيز، تحياتنا له من خلال الكاميرا. لا ما دام هسه انا متخاصم وياه ما قلت تحياتي، خلي اشوف اسمه يلا. احمد السراي. احمد السراي. شوف هو مو مشكله وياه. نعم. انا الشخص كلش احبه. بس الولد يعني ماكو اضوج منه، يسوي شغلات تضوجني. اضوج منه؟ يسوي شغلات تضوجني. تمام، يعني هسه انت من تروح للمهرجان. نعم. يجي للمهرجان مو بس هو، هواي مصورين بس هو بالذات دق الناقصه وياي. شلون؟ يجي المهرجان صور البنات، يجون الولد حذفت التصوير. ليش؟ مو بس هو، هواي كثير مصور هواي. بس انا الشخص كلش احبه يعني. بس احمد ترى لطيف. هو لطيف، دا اقول لك انا كلش احبه. حلو. بس هاي الفقره اضوج منها. طيب. ليش يفرق بين الولد والبنات؟ طيب احنا بدون نستثنى عن الاحراجات نريدك توجه له فد كلمه. حمودي انت ارقى مصور. بس عوف هاي السالفه، كلهم مصورهم يا اخي. ادري فيهن بس. تحياتنا لك يا حبيبي انت. طيب كلمه اخيره توجهها لجمهورك. كلمه اخيره اوجهها لجمهوري. شوفوا هاي سو ماتش، كلش احبكم. هذا هاي سو ماتش انا حبيته. هاي سو ماتش كلش احبكم. وراح ابقى. نعم. من هاللحظه، من اول ما بديت والى اخر مشوار وين ما اوصل. نعم. راح ابقى مستمر. اخر اعمالك؟ وراح اقدم. اخر اعمالك علي؟ اخر اعمالي مهرجان كنت الساعد بي نجم. ممتاز. فراح ابقى. توعد محبينك بعمل؟ اوعدهم بعمل؟ طبعا اكو اعمال كثيره. حلو، ممتاز. تمام، راح تكون كلش حلوه. حلو. بس بنفس الوقت اتمنى دعمكم، يعني اتمنى دعمكم. بالله وعزة الله انا والواحد. فدوى القلب. اي بالله. يا اخي انا احتاج دعم شويه، احتاج دعم لانه وحدي ما جاي اقدر اسوي كل شيء. بالضبط. هواي شغلات انه ما جاي اقدر اسويها لانه ما عندي دعم. يعني مثلا هسه اني تجيني افكار، مثلا انا تدري يا ممثل احب التمثيل اصلا، هوايتي التمثيل. بالضبط. ما جاي تجيني فرص، وانا كلش احب هذا المجال. ما جاي تجي الفرص، مثلا تجيك كومبارس، مو انا كومبارس أوكي. مو استحقاقك. اوكي، يعني انا بالنسبه لي كنجم ما اقدر انزل اصور كومبارس. تمام. نعم. كيف؟ ان انا راح اهين اذا نزلت ككومبارس، بان انا راح اهين الوسط مالت اللي انا بيه، فما راح يسمح لي. نعم. تمام. فلهذا السبب انه ما جاي يعطوك فرصه انه تبرز تطلع موهبتك. بس مع ذلك انا مستمر وراح ابقى اقدم وراح امشي. اذا ما امشي اجيكم زحف. طاقه ايجابيه عندك علي، انا احب هاي الطاقه الايجابيه اللي عندك، ما شاء الله. وشك واحد، ما شاء انا الله. مو هسه ما عنده دعم. بس حتى اللي ما عنده دعم خلي يجيني انا ادعمه. حلو، ممتاز. اذا ما اقدر ادعمه ماديا، ما شاء الله. طبعا امكانيه علي، امكانيه بكل اموره. يعني شوف الرجل يعني محسوب هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، لانه حالته يرأث اليها، ولكن
طموح، حاب يوصل اسمه، حاب يرفع اسم بلده أيضا كذلك. أولا فكثير من الشباب وكثير من البنات اللي أيسى حالتهم عفوا، خليه يتعلم من علي. يعني ما شاء الله علي طموح جدا، حضوره كلش مهم بالوسط الفني. تحياتي لك يا علي، ونورتنا بهاي الحلقة. بس انوه على شغله. نعم، اللي هي مو يتعلمون من عندي، نتعلم سوا. نتعلم سوا. انا اصغر واحد بيهم. حلو، ممتاز. اتعلم منهم. ثقة النفس. حلو. طيب شرفتنا علي ونورتنا وسعداء جدا بلقائك. جدا اشكرك. وما شاء الله تعبناك احنا. الله يسلمك يا حبيبي. ولو انه كانت فيها شويه عرقلات، بس شويه عرقلات. انا جدا اشكرك على الاستضافه. الله يسلمك. بما انه انت اول من يسلط الضوء على عبد الاله. تستاهل التعريف. فهاي يعني انا جدا اشكرك عليها. كبير انت علي. سيد عماد انت غني عن التعريف. الله يسلمك بس يا انا عزيز. جدا احب اشكرك لانه انت حاليا نعم الوحيد اللي دا اشوفك خال واسك ويا العارضين، تمام، انه جاي تحب تساعدهم وتقدم لهم وتوصلهم. الحمد لله. فهاي نقطة كلش مهمة، رغم انه ما انت اصلا دعم ما عندك يعني قوي لهاي الشريحة مثلا. نعم. عروض الازياء وهاي، بس جاي تقدم من يمك وتسوي. يستاهلون. فهاي النقطة كلش مهمة تنحسب لك. شهادة احتز بيها من عارضين جنابك. الازياء يحتاجون امثالك يعني الله بالوسط. يسلمك. الله يسلمك اخ علي. عارض الازياء من يجي يلتزمه واحد بمهرجان ويوصله ويصعده ويتمسك به. شكرا جزيلا لك. هاي شهادة احتز بها من جنابك الكريم. هاي حقيقة. والنعم. ما جامل. أشكرك. أشكرك. نعم أحبتي المشاهدين، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا اليوم. ضيف آخر مع برنامج الأناقة العربية، ترقبوا جديدا. تحياتي لكم.